لو مهتم بأخبار تطبيقات وظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب اشترك في القناة وأنا هقولك كل ده. الآن كارد ناولو تطبيق لقروض شخصية من الموبايل بيديك لحد 10,000 جنيه كارد. كل المطلوب منك ان انت تحمل التطبيق وتعمل تسجيل حساب على التطبيق. بيطلب منك صورة سيلفي وصورة البطاقة بتاعتك، وبكده يبقى دخل على الصور والفيديوهات كلها. بعد كده بيطلب منك جهات الاتصال وحسابات السوشيال ميديا، وبعد كده بيطلب منك انت عايز كارد بكام. طبعا اي حد فينا عايز كارد، اقصى حد للكارد 10,000 جنيه. عايز 10,000 جنيه، تلاقي التطبيق يقولك جاري المراجعة وهنرد عليك بعد ما نخلص نكتمل المراجعة ونشوف حدك الائتماني يسمح ولا ما يسمحش. طبعا جاري المراجعة ديت هي معناها جاري سحب البيانات من تليفونك، واول ما نخلص سحب البيانات من تليفونك هنرد عليك ان انت نديك ال10,000 جنيه ولا ما نديكش. واي حد يقول ان هو دخل وحمل اي تطبيق من تطبيقات القروض الشخصية وخد 5,000 ولا 3,000 يبقى راجل كداب. والله يبقى راجل كداب. مفيش اي تطبيق من التطبيقات دي بيدي، واقصى حاجه ممكن يديها لك لو انت عندك صور كتيره جدا او انت عندك صور كتيره جدا وعارف انه هيجيبها منك، يديك 1000 جنيه ويطلبهم منك 1500 ولا 2000 جنيه في 5 6 ايام. ولو ما دفعتيش انت عندك داتا توديك في داهيه، لانه بياخد الداتا دي يبعتها لجهات الاتصال بتاعتك، وممكن يبيع، وكده كده هو بيبيعها لجهات اتصال خارجيه اساسا يعني، او يبيعها لتطبيقات تانية. فنصيحة مني محدش يحمل تطبيقات القروض الشخصية، لأن كلها سرقة بيانات. الهدف الأساسي الأول والأخير تطبيقات القروض الشخصية في مصر سرقة البيانات العملاء وبيعها، مفيش أي هدف تاني. تطبيق كاشات تطبيق مرخص، رغم إنه كله ربا في ربا، بس تطبيق مرخص. هيئة الرقابة على سوق المال مراقبة التطبيق عشان لو في أي حاجة. وأقصى حاجة التطبيق بيديها 1500، يبدأ من 100 جنيه معاك. ما كنتش عارف المعلومات دي وعرفتها من خلالي. شير ولايك وسبسكرايب، ما تحملش التطبيق ارجوك.